كاكا فزت بكأس عام 2002، لم تتمكن الوصول إلى نهائي 2006 مع المنتخب البرازيلي. الكل يتحدث عن صعوبة حملة الدفاع عن اللقب لكل منتخب فاز بالكأس عام قبل ذلك. مع ذلك منتخب فرنسا يصل مرة ثانية على التوالي إلى نهائي كأس العالم. كلامك صحيح، وهذا من الصعوبة بمكان. حينما يخالجك شعور الأبطال تفتقد إلى الحافزية والدافعية السيكولوجية لكي تدافع عن اللقب. بالنسبة لي كريكاردو كاكا أعتقد أن اللاعبون المغاربة قدموا ما عليهم ويستحقون هذا الثناء، وكانوا يستحقون الوصول إلى النهائي، ولكن الثناء أيضا موصول إلى المنتخب الفرنسي الذي استحق الوصول إلى النهائي بسبب كل ما قدمه في دوري المجموعات وفي ضوء ما قدمه في نسخة روسيا. لديهم ركائز النجاح المطلوبة، ولديهم كانت هناك الكثير من الإصابات التي ألمت بالمنتخب الفرنسي والتي أخلقت السيد ديدي ديشان. إذا الثناء موصول لكل اللاعبين الفرنسيين ولكل الغائبين، ولكن أريد أن أستغل الفرصة لكي أشكر المنتخب المغربي. أعتقد راسخا أن المنتخب المغربي خاض مغامرة جميلة. إذا ليس من السهل إلى أن تصل إلى المربع الذهبي عن طريق الصدفة. المنتخب المغربي استحق الوصول إلى نصف النهائي من خلال اللاعبين الأقوياء، من خلال حنكة المدرب، من خلال الجماهير. وهنا مرة أخرى نقف على أهمية الجماهير التي تقف وراء المنتخب. كانوا يناشدون وكانوا يساندون المنتخب إلى حد آخر دقيقة. الثناء موصول للمنتخب الفرنسي الذي وصل النهائي والمنتخب المغربي الذي وصل إلى النصف النهائي بهذا الأداء الجميل، والذي شكل مثالا يحتذى به أن المستحيل هو لا شيء في عالم كرة القدم، وإذا كانت هناك إرادة بإمكانك أن تصل إلى بعض الحدود، وثناء موصول إلى كل لاعبين المغربيين. شكرا لكاكا لتريكا لشيبو. لا داعي للحزن، كل دمعة ذرفت يجب أن تمسح بشكل سريع، يجب أن نبتسم لأنكم رسمتم البسمة على